هنتكلم بس عن موضوع مهم قوي يعني في البودي كونتورنج عامة، وهو الجاينيكوماستيا والميل تشيست كونتورنج. الجاينيكوماستيا يمكن هي أكتر مشكلة بيعاني منها الرجالة، أو أكتر حاجة بتجي لنا في الكلينيك برزنتيشن من الرجالة. يعني احنا متعودين دايما ان بيجي لنا في العياده، لو حد عايز يعمل بودي كونتورنج بتبقى معظم الاوقات بتبقى فيميل عايز تعمل لايبوسكشن لمكان، عايز تعمل فات انجكشن لمكان تاني. يعني ده معظم اللي بيجي لنا في الكلينيك. معظم الحاجات اللي بتيجي للميلز بقى، ولما بيجي لنا ميل في الكلينيك بيبقى المشكله الاساسيه معظم البيشنتس اللي بيبقوا عشان موضوع الجاينيكوماستيا. ليه مشكله الجاينيكوماستيا كومن في الميلز؟ وليه ليه في ناس كتير بتفيك انها تتخلص منها؟ دي حاجات هنشوفها مع بعض برضو في البرزنتيشن وهنبدا نتكلم عنها. طيب، قبل كده كان في طرق كتير قوي لعلاج الجاينيكوماستيا، بس ما اعرفش يمكن انتوا عندكم فكره عن الموضوع ولا لا. بس انا كنت دايما بشوف ان كان في ناس كتير بتيجي بعد عمليات الجاينيكوماستيا بشكل التشست بقى شكله مش حلو، يعني بقى شكله سيء، ان سواء كان اتعمل لايبوسكشن بس او كان اتعمل جلاند ريموفل بس. الفكره ان احنا برضو كبلاستيك سيرجنز المفروض ان الريزلت اللي تطلع معانا تبقى شكلها الى حد ما بليزنج، ما تبقاش مش مجرد ان هو عنده مشكله فانا هشيلها. يعني هو مش جاي لي بيعمل اكسجن لكيس دهني او حاجه، لا هو جاي عايز يعمل يحل مشكله كانت مضايقاه. لان في معظم الشباب سبيشالي في الفتره بتاعت العشرينات او حتى من التين ايجز بيبقى مشكلتهم مع الجاينيكوماستيا ان هو مش عارف يلبس تي شيرت، مش عارف يلبس حاجات معينه، مش عارف ينزل البحر من غير ما يبقى لابس توب او حاجه. فبيبقى الموضوع الى حد ما مضايقه ومضايق حياته كلها. فلما نيجي نحل المشكله دي احنا بنبقى محتاج ان احنا نبقى عاملين ابروتش كويس قوي اثيتيكلي، يبقى بليزنج للشخص ده، يبقى طالع منه مبسوط بشكل التشست، وفي نفس الوقت ما يبقاش باين ان هو عامل حاجه. يعني ما يبقاش برضو شكله، هشوف الشخص ده من بعيد مثلا اشوفه على البحر او في اي مكان، اقول لا ده شكل التشست بتاعه ده كان عنده جاينيكوماستيا وشالها. لا، احنا عايزين يبقى شكله لحد ما ناتشرال، وفي نفس الوقت اثيتيكلي بليزنج، يعني يبقى شكله حلو. اوكي. طيب، الجاينيكوماستيا هي لما نيجي نتكلم على الديفينيشن بتاعها، هي defined as an enlargement في الميل breast. It can be a source of significant embarrassment and psychological distress. عشان كده دي معظم البيشنتس اللي بيجوا يعملوا تريتمنت للجاينيكوماستيا بيبقى mainly عشان psychological او social distress. هو مش عارف يلبس لبس معين، اصحابه بيتريقوا عليه، بيتعرض للتنمر في المدرسه في الجامعه من اصحابه. يعني الموضوع فعلا كل ما تلاقي حد عنده جاينيكوماستيا دايما بتكون دي الكومبلين بتاعته الاساسيه، ان هي مشكله عامله له psychological distress ومش عارف يتعايش معاها. طيب، مهم جدا انا ابقى واخد جنرال ميديكال هيستوري وكيرفول ميديكال اكزامينيشن عشان افرق بين النورمال ديفلوبمنت فاريانتس اللي بتحصل للميل بريست وعن المشكله اللي محتاجه علاج، ان يكون عنده فعلا ترو جاينيكوماستيا محتاج ان احنا نعمل له جلاند اكسجن، ولا عنده مشاكل تانية. هل هي هرمونال بروبلمز، او هل هي حاجه فيسيولوجيكال نورمال ديفلوبمنت في البريست نفسه، ولا البيشنت ده ماشي على ادويه بتعمل المشاكل دي. لان برضو زي ما هنشوف بعد كده في البرزنتيشن ان في مراحل للديفلوبمنت بتاع الميل بريست، وكل مرحله في حاجات فيها نورمال وحاجات اب نورمال، وفي فايندنجز احنا هنشوفها ممكن تبقى بسبب دراجز معينه البيشنت بيستخدمها، او بسبب مشكله زي ليفر فيلير مثلا او رينال فيلير. الحاجات دي كلها بتفرق قوي وبتحدد الشكل بتاع الميل بريست، وبتفرق في الديفلوبمنت بتاعه. عشان كده لازم ابقى عامل اكزامينيشن كويس للبيشنت، ابقى واخد هيستوري كويس قوي، ابقى شايف الدراج، ابقى عارف هو بيستخدم ادويه ايه، هل في دراج ابيوز ولا لا. لان برضه زي ما هنشوف بعد كده في دراج ابيوز، في دراجز معينه بتعمل جاينيكوماستيا. ولازم ابقى عارف افرق بين الجاينيكوماستيا واللايبوماستيا، لان مش كل البيشنت مش كل ميل بيشنت بيجي عنده انلارجمنت في البراست بيكون عنده بتبقى ترو جاينيكوماستيا. فالحاجات دي لازم اقدر افرقها. طيب، التريتمنت بتبقى جيد على اساس ايه؟ بشوف الايتيولوجي الاول. لو البيشنت ده جاي بايتيولوجي معين، هل هو عنده تو جاينيكوماستيا بسبب حاجه، ولا هي حاجه فيسيولوجيكال عشان احلها له. طيب، الماجورتي اوف كيسز اللي هي بتبقى عندها بيرفكتور جاينيكوماستيا
observation و reassurance are the mainstays of therapy as the condition usually resolves naturally. عادة بيجي patients عندهم 14 سنة 14 16 سنة دي usually الايج اللي بتبقى عندهم الفسيولوجيكال او البريبرتوري جانيكوماستيا. بيجي patient بيشتكي ان هو عنده جانيكوماستيا وعايز يحلها. فالواجب بتاعك as a plastic surgeon ان انت في الايج ده انك تقول له لا معلش 60% من التين ايج بويز في السن ده بيحصل لهم فيسيولوجيكال جانيكوماستيا. وبيبقى علاجها ان احنا نستنى سنتين ثلاثه نشوف الديفلوبمنت هيكمل الجانيكوماستيا هتروح لوحدها ولا لا، لان عاده بيبقى في شويه لخبطه في الهرمونز في الفتره دي ان التستوستيرون البرودكشن بتاعه بيبدا يعلى زياده شويه وهو ستيل بيبقى عنده هاي ليفلز اوف استروجين سبيشال استرادايول. فده بيعمل الجانيكوماستيا في التين ايج اللي هي البريبورتر جانيكوماستيا. ف يعني our rule as plastic surgeon ان اقول له استنى سنتين وفولو اب تاني لان دي حاجه فيسيولوجيكال جانيكوماستيا ويوجوالي مع الوقت بتروح. طيب الفرق بقى بين الجانيكوماستيا واللايبوماستيا او السودو جانيكوماستيا. احنا زي ما اتفقنا ان في بيشنت جالي برزنتيشن في العياده جاي بيشتكي انا جاي عندي جانيكوماستيا. لما اجي اعمل اكزامينيشن لازم ابقى عارف يعني اشوف الفرق بين الجانيكوماستيا واللايبوماستيا. تمام. طيب ابقى عارف الفرق بينهم ازاي ده هنشوفه دلوقتي مع بعض في البرزنتيشن. طيب الجانيكوماستيا عشان اقول ان البيشنت ده عنده جانيكوماستيا فعلا لازم يبقى في عنده glandular proliferation في الميل بريست ودي common clinical conditions that may occur in males of all ages. يعني عادة ممكن تحصل في الميل في أي age. طيب طيب الكلينيكال دي زي ما اتفقنا الكلينيكال كونديشن ممكن تحصل in males of all ages زي ما هنشوف بعد كده ان هي ممكن حتى تحصل للنيو بورن، ممكن تحصل برضه unilateral او bilateral زي ما شايفين في الصوره دي ده عنده unilateral. على فكره unilateral الى حد ما common يعني بيجي patients unilateral gynecomastia. طيب كلينيكالي الجانيكوماستيا بتدايجنوز ازاي؟ يعني ازاي لو انا فحصت بيشنت واقول ان ده عنده جانيكوماستيا؟ لو انا لقيت في سب اريولار بريست تيشو of 2 cm in diameter or greater، يعني لقيت حوالي بريست تيشو تحت الاريولا يعني 2 سم او اكتر من 2 سم ده بيبقى defined as gynecomastia. طيب برضو لازم اشوف الماس الموجوده دي. لو انا لقيت الماس دي موبايل، يعني انا بعمل اكزامينيشن لقيت الماس دي موبايل، ممكن اشك ان دي مالجنسي. فعشان كده مهم جدا الفيزيكال اكزامينيشن عشان احدد المشكله دي هل هي جانيكوماستيا عاديه ولا هي مالجنسي ولا حتى هي فيسيولوجيكال جانيكوماستيا ولا لايبوماستيا. كل الحاجات دي لازم اكيب ان مايند عشان ابقى عارف الدايجنوزس صح، عشان على اساس الدايجنوزس ده انا هحدد التريتمنت اللي هتتعمل بعد كده، لان كل حاجه ليها تريتمنت مختلفه شويه. وزي ما هنشوف بعد كده ان احنا دلوقتي النيو ابروتشز في التريتمنت بتاعت الجانيكوماستيا مش ان انا اطلع البيشنت الصدر بتاعه فلات، لا لازم يبقى شكله ديفايند شكله كونتورد وفي نفس الوقت ما يبقى شكله طبيعي برضه ما يبقاش شكله فيك. اوكي طيب the condition may be incidental finding، يعني ممكن يبقى البيشنت مش جاي يشتكي اصلا من جانيكوماستيا، يعني ممكن يبقى بتعمل روتين اكزامينيشن فانت لقيت عنده جانيكوماستيا، فبرضه واجبك ان انت يعني تلفت نظر البيشنت للموضوع ده وتعرفه ان دي كونديشن سواء كان هو تين ايج يبقى هتقول له هتتابعها مع الوقت. لو هي مشكله ترو جانيكوماستيا وخلاص هو ملهاش سبب وخلاص البيشنت خد باله منها وعايز يشيلها، بتبدا تتكلم بقى على التريتمنت موداليتيز اللي انت هتعملها له على حسب طبعا كل كيس. طيب زي ما اتفقنا ان هي ممكن تبقى incidental finding او may present as new onset palpable breast mass. يبقى البيشنت بيشتكي يقول لك ان حسيت مره واحده ان في breast mass موجوده عندي، ساعات بيبقى معاها بين وساعات لا. especially على فكره البيوبرتر جاينيكوماستيا اللي بتحصل في التين ايجرز بتبقى usually فيها شويه بين، يعني في شويه نوستالجيا. فاهم؟ طيب it can be زي ما اتفقنا unilateral bilateral and or asymmetrical. معظم الكيسز اللي بتجي لنا بتاعت الجاينيكوماستيا يوجوالي بتبقى اسيمتريكال، يعني يوجوالي بتلاقي ناحيه اكبر من ناحيه شويه، وممكن تبقى يعني لو ما كانتش يونيلاترال الناحيتين مثلا فيهم جاينيكوماستيا بتلاقي جلاند اكبر من الثانيه شويه
او ناحيه من الشست فيها فات اكتر من الثانيه شويه، سواء كانت كده او كده يعني. طيب السودو جاينيكوماستيا او اللايكوماستيا دي commonly seen في الobese males and differs from gynecomastia in that breast enlargement is due to increased fat deposition without glandular proliferation. يعني لما انا باجي اعمل examination للبيشنت ده بلاقي ان البيشنت ده obese، وزنه زايد، يعني في اوفرول جسمه كله فيه فات. ولما بعمل اكزامينشن للشست نفسه بلاقي ان ما عندوش انلارجمنت في الجلاند، لا الانلارجمنت مينلي كله في الفاتي تيشو. فده بيبقى بنسميه سودو جاينيكوماستيا او لايكوماستيا. وده التريتمنت بتاعته مختلفه شويه. التريتمنت بتاع ده بتبقى ان احنا بنعمل له لايبوسكشن اكتر، مش بتبقى مش بيحتاج ان احنا نعمل له جلاند ريموفل. ودي على فكره نسبه كبيره من البيشنتس اللي بيجوا لنا في الكلينيك ويبقوا فاكرين ان دي جاينيكوماستيا هي بتبقى لايكوماستيا. بس فاهم الفرق بين الاثنين، انت ما عندكش جلاند انلارجمنت، احنا بس هنعمل لايبوسكشن عشان نقلل الفوليوم بتاع الفات ديبوزيشن في الشيست اريا، وننحت نعمل شكل الكونتور بتاع الشيست يبقى شكله احسن شويه. طيب فيسيولوجيكال جاينيكوماستيا دي برضه حاجه مهمه، اكيد كلنا عندنا باك جراوند عنها. دي بتحصل البريست ديفلوبمنت في الميل بتيك 3 فيزز. اول حاجه النيونيتال جاينيكوماستيا دي لما النيو بورن بيبقى لسه مولود، الهرمونز بتاع اللي في المذر سواء الاستروجين والبروجستيرون لما الليفل بتاعهم بيبقى عالي فبيعدي البلاسنتا وبيروح للبيبي. فساعات البيبي بينزل في عنده جاينيكوماستيا او انلارجمنت في البريست، اب تو انه ممكن يبقى فيه ميلك سكريشن في الميل. ودي عاده بناين كونديشن البيبي بيتولد بيها، وبعد في خلال اسبوعين 3 بعد البيرث بيرجع يبقى طبيعي خالص. عشان لو حد سالك عليها تبقى برضه عندك باك جراوند عليها. هي حاجه الى حد ما كومن، وحتى معظم الاهالي والناس عارفين ان دي حاجه temporary، وليها اسماء في كل بلد. يعني بيسموها في امريكا الويتش ميلك، اللي هو لو البيبي مولود وفي ميلك سكريشن من البريس بيسموها ويتش ميلك. ودي برضه حاجه زي ما اتفقنا حاجه الى حد ما نورمال، دي بتبقى بسبب الهرمونز اللي موجوده في المذر، وعاده في خلال اسبوعين 3 بعد البيرث بتروح. طيب الفسيولوجيكال جاينيكوماستيا اللي هي بتيجي، او البريبورتال جاينيكوماستيا دي بتيجي عند التين ايجر بويز تقريبا عند 14 سنه، من 14 ل 16 سنه. دي بتبقى بسبب ان التستوستيرون بدا يعلى في الميلز، وستيل عندهم الاستراديول عالي شويه. فبيحصل بروليفريشن للفاتي تيشو في للبريست، للجلاندولار تيشو في الميل بريست، فبتعمل جاينيكوماستيا. ودي يوجوالي يعني ودي بتحصل على فكره حوالي 60% من التين ايج بويز، وعاده مع يعني في خلال سنتين 3 بتروح. طيب ودي يمكن اكتر حاجه بنشوفها، او اكتر حاجه الاهالي بداوا يشتكوا منها دلوقتي. بقى في وعي شويه في الموضوع ده. طيب في حاجه ثانيه اسمها الجاينيكوماستيا اوف ايجنج. دي البيشنتس اللي هم فوق 60 سنه لما التستوستيرون برودكشن بيقل في الميل، فريلاتيفلي بيبقى الاستروجين عالي شويه، فبيحصل ده طبعا بيبقى يحصل مع زياده في الوزن اللي بتحصل مع الايجنج. فالبريفرال فاتي تيشو ده بيزود البرودكشن بتاع الاستراديول شويه، ومع الديكلاين اللي بيحصل في التستوستيرون برودكشن فده بيعمل جاينيكوماستيا. دي برضو الى حد ما حاله بناين، مش بسبب حاجه، بس دي الكوز بتاعها هو بسبب التستوستيرون. طبعا الديكلاين اللي بيحصل في التستوستيرون مع الانكريز اللي حصل في الاستراديول بسبب الانكريز الفاتي تيشو في الاولد ايج، اللي البريفرال فاتي تيشو ده بيطلع استراديول. فده الامبالانس اللي بيحصل في الهرمونز ده بيعمل بروليفريشن شويه في البريست تيشو. فزي ما بنشوف تلاقي رجاله كتير فوق سن 60 بيبقى عندهم جاينيكوماستيا، ده بيبقى بسبب الموضوع ده. طيب في دراجز بتعمل جاينيكوماستيا ومشهوره قوي، هنتكلم عن الحاجات المشهوره منها اكتر شويه، زي الكالسيوم شانل بلوكر. دي حاجات كلها حاجات الادويه الكاردياك بيشنتس والانتي هايبرتنسيفز. الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، الفا بلوكرز، معظم الحاجات الثانيه زي الميثايل دوبا، النايتريتس. كل الادويه دي احنا يعني كومنلي البيشنت بيستخدموها. اللونج تيرم يوز ليها عدد ساعات بيعمل من السايد افكتس بتاعتها ان هو بيعمل جاينيكوماستيا.
دراج ابيوز زي الامفيتامينز والهيروين والميثادون، الحاجات دي بتعمل برضه جاينيكوماستيا لونج تيرم يوز طبعا ليها. سايكو اكتيف دراجز زي النيوروليبتكس انكزوليتكس زي الدايزبام الفينيتوينز ترايسايكليك انتي ديبريسنت. معظم الحاجات الانتي ديبريسنتس بتعمل جاينيكوماستيا. ادويه تانية زي الثايفيلين اوميبرازول برضو على اللونج ران بيعمل جاينيكوماستيا. الدومبرينون البنسلامين هيبرين ميثوتريكسيت معظم والستاتينز طبعا بتعمل جاينيكوماستيا. فعشان كده احنا دايما بنتكلم لما بتيجي تعمل اكزامينشن البيشنت لازم تبقى واخد بالك كويس قوي من كل الدراجز اللي هو بيستخدمها. لو في اي كرونيك يوز لاي دراج او في دراج ابيوز لازم برضه يبقى عندنا فكره عنه. دراجز ثانيه زي بتاعت الانفكشنز ديزيز زي الانتي ريتروفيرال ثيرابي بتاعت الاتش اي في والايدز. الايزونازايد ريشيفالفين ده بتاع ده انتي فانجل. مينوسايكلين. كل الادويه دي الى حد ما بتعمل جاينيكوماستيا مع اللونج تيرم يوز. فعشان كده مهم جدا جدا موضوع الميديكال هيستوري بالذات عشان نقدر نحدد الكوز بتاع الجاينيكوماستيا. لان في حاجات هيبقى بس التريتمنت بتاعتها ان انا اقول للبيشنت ابعد عن الكوز. فونس ان احنا وصلنا للمرحله ان خلاص ما فيش حاجه مسبباها، يعني ما فيش ادويه هو ماشي عليها، ما فيش مشكله في الهرمونز، يبقى خلاص بنلجا بقى للحل الجراحي. بس الاول بنشوف الايتيولوجي وبعد كده نبدا نشوف الحل الجراحي بعد كده. طيب that's why history taking evaluation at presentation all patients require a thorough history and physical examination. Particular attention زي ما تبقى should be given to medication, drugs or alcohol abuse as well as chemical exposures. طيب ال symptoms of underlying systemic illness زي الهايبرثايروديزم liver disease renal failure should be thought. ليه؟ لأن برضه لو أخدتوا بالكم إن معظم الناس اللي عندهم liver cell failure بيبقى عندهم جاينيكوماستيا. ليه؟ لأن الليفر هو اللي بيعمل دي اكتيفيشن للاستروجين. فلما بيحصل ليفر سيل فيلير الكاباسيتي بتاعت الليفر ان هو يعمل يكسر الاستروجين بتبقى اقل شويه، فالى حد ما الاستروجين ليفل بيبقى عالي فبتلاقي في جاينيكوماستيا يوجوالي في الليفر سيل فيلير بيشنتس، ونفس الكلام بالنسبه للرينال فيلير بيشنتس. طيب additionally the clinician should require about fertility, erectile dysfunction and libido to rule out hypogonadism. يعني ممكن اصلا تبقى المشكله الاساسيه ان البيشنت ده عنده تستوستيرون قليل، فاحنا لازم اسال على كل الكلام ده. الفيرتيليتي بتاعت البيشنت دي هل في مشكله اريكتايل ديسفانكشن ولا لا؟ الليبيدو نفسه يعني اخبارها ايه؟ والاكزامينيشن نفسه انا اقدر اخد بالي ان البيشنت ده شكله التستوستيرون عنده قليل، شكله عنده هايبوجوناديزم، فساعتها ابعت له يعمل بقى تحاليل اشوف التستوستيرون ليفلز اخبارها ايه، اشوف الاستروجين ليفلز عامله ازاي، اشوف البرولاكتين برضو ليفل بتاعه عامل ايه. كل الحاجات دي بتفرق قوي في الكوز وفي التريتمنت بتاع الجاينيكوماستيا. طيب الميل تشست كونتورنج بقى او الارمر بليت دي الى حد ما حاجه حديثه شويه ان احنا بنتكلم على الميل تشست كونتورنج. لان احنا الاول لما كان بيجي لنا بيشنت بتاع جاينيكوماستيا كان معظم الدكتورز بيعملوا ايه؟ ادخله هعمل يا اما هعمل له لايبوسكشن مع جلاند ريموفل او هعمل له جلاند ريموفل بس، فبيطلع البيشنت بعديها شكل التشست عنده فلات، شكله غريب. فالمنظر ده مش ابيلينج، يعني عمره ما هيبقى شكل حاجه حد هيبقى طالبها، لان انت عندك البيشنت هو جاي يحل مشكله، فانا مش هطلعه برضه شكله فريك، يعني لازم يبقى طالع شكله الشكل بتاعه شكله كونتورد، شكله الى حد ما اثيتيكلي ابيلينج، لان هو مش يا كده يا كده، يعني مش يبقى طالع صدره، يا اما يبقى طالع شكله صدره كبير ومترهل، يا اما يبقى طالع بصدره فلات وشكله فريك، فبرضه لازم يبقى طالع شكله اثيتيكلي ابيلينج شويه. طيب ايه الميل تشست كونتورنج او الارمور بليت؟ الارمور بليت ده اللي هو او بتفكروا في الميدي ايفل ايرا او في العصور القديمه كانوا بيلبسوا واقي اللي بيتلبس على الصدر كده، كان بيبقى شكله منحوت، بيبقى شكل التشست فيه منحوت وشكله عالي. دي نفس الفكره اللي احنا بنحاول نعملها، ان يبقى طالع شكل التشست منحوت، الفوليوم بتاع الماسل شكلها كبير، الكونتور بتاع التشست نفسه، الماسل ديفينيشن يبقى باينه. الحاجات دي كلها احنا نقدر نعملها
بكومباينيشن بحاجات بسيطه، ان لو البيشنت ده عنده هايبرتروفي في الجلاند، فانا اقدر اعمل اكسجن للجلاند واعمل كونتورنج للفات حواليه، ان انا اعمل لايب سكشن من الاريا. بس هل بقى انا بعمل لايب سكشن من انهي ارياز؟ مش بعمل، انا مش بدخل البيشنت اعمل لايب سكشن من كل الشست فاطلعه صدره فلات وما فيش اي ديفينيشن. لا، في لاينز معينه لازم نبقى ماشيين عليها، نمشي على اللاينز بتاعت الماسلز يبقى شكل الشست كونتور. البليسمنت بتاع السكارز طبعا مهم جدا، لان ده هيفرق في شكل الشست بعد كده. ما برضه البيشنت مش هطلعه بسكار في نص صدره ويبقى شكل صدره فلات، فيبقى ده طالع برضه حاجه aesthetically unpleasing. طيب، يبقى creation of muscularized breast contour allows for an armor plate look as observed in depiction of medieval fighting suits، اللي هي الدروع اللي كانت بتلبس زمان. as spectral etching techniques including silicone implants. دي ساعات لو البيشنت عنده البكتوراليز ماسل حجمها صغير قوي 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 ومفيش شكل كونتور للبريست، فاحنا ممكن نحط له سيليكون امبلانتس. دي بتبقى مش زي بتاعت الفيميلز طبعا، دي بتبقى بتاعت معموله مخصوص للميلز بشكل معين، بحيث انها تبقى مديه شكل ماسكولار اكتر شويه. طيب، اليوز بتاع الفات جرافتنج in creating الارمور chest plate is best suited for enhanced musculature profiles of the pectoral muscle. ده احسن حل ليه. انا عامه ما بحبش استخدم البكتورال امبلانتس في الميل. الفات انجكشن بيدي ريزلت شكلها ناتشرال اكتر، وفي نفس الوقت بكومباينت مع لايب سكشن في اماكن بنقلل فيها لايب سكشن، بحيث ان احنا نعمل ديفينيشن للمصل. يعني مثلا بين البكتوراليز ميجر وبين اللاتيسموس دوزاي، الجزء بتاع الاكزيلا اللي هنا ده احنا بنعمل فيه اجريسيف لايب سكشن، بحيث ان ننحت الجزء ده يبقى باين الفرق بين البكتوراليز ميجر والفرق بين اللاتيسموس دوزاي. لما انا بعمل الديفينيشن ده، شكل التشست نفسه بيبقى احسن. في نفس الوقت التشست من فوق ما ينفعش يبقى كله فلات، لا، لازم يبقى فيه شكل كونتور نازل بكونتور معين، شكل الماسل تبقى ديفايند. الايدجز بتاعت البكتوراليز ميجر لازم تبقى ديفايند كويس. وفي نفس الوقت لو التشست الفات فيه زياده شويه، هقلل الفات ده بشويه لايبوسكشن. لو في جلاند زياده شويه، يبقى لازم اعمل اكسجن للجلاند وبظبط الدنيا باللايبوسكشن بعديها. برضه حاجه مهمه قوي، ان برضه ما اعرفش ممكن تكونوا شفتوها مع بيشنتس كتير، انا نفسي شفتها مع بيشنتس كانوا عاملين عمليات جانيكوماستيا من فترات بعيده شويه، ان مثلا الدكتور عمل اكسجن للجلاند من غير ما يعمل لايبوسكشن، فبتلاقي الشكل مش مظبوط. الشكل مظبوط ازاي؟ ان البراست كله مليان فات وفي النص في حته فاضيه، فتلاقي النابل سانكن لجوه وشكلها يعني شكلها غريب برضه، ستيل شكلها مش حلو. فلازم نعمل كومباينيشن مع الاثنين. يعني لو البيشنت عنده بريفريشن في الجلاند نفسها، لا، يبقى انا لازم كمان اعمل اكسجن للجلاند واعمل كمان لايبوسكشن. في شويه تريكس كده معينه لما نيجي نعمل اكسجن للجلاند، عشان ما اسيبش ديفكت مكان الجلاند ويبقى شكل التشست الكونتور بتاعه مش مظبوط. ان انا مثلا بدخل سبكوتينيوسلي بعد ما اعمل اكسجن للجلاند، اخد مثلا غرزتين فايكريل جوه عشان اقفل السبيس اللي موجود ده. انما بقى في السبيس ده بيحقق لي حاجتين. الحاجه الاوليه ان هو يبقى الكونتور irregularities دي ما تبقاش موجوده، فيبقى التشست شكله مظبوط ما فيش حته فيها ديفكت. الحاجه الثانيه ان انا بقفل الديد سبيس اللي موجود مكان الجلاند اللي انا شلتها دي، فيقلل احتياجي ان انا احط درين مكان الاكسجن بتاع الجلاند ده، فتبقى الريزلت شكلها احلى كتير. طيب، الفكره بقى ان انا دلوقتي الميل تشست كونتورنج او الارمور بليت، الطريقه الجديده اللي احنا بنستخدمها، احنا دي بتبقى حاجه كومبريهنسيف جلاندولار وفات ريموفال. يعني انا بستخدم الاثنين، بشيل من الجلاند وبشيل من الفات اللي موجود، بحيث ان انا اظبط الكونتور بتاع الشست. مش بشيل كل حاجه، يعني ما هو برضه ستيل هنسيب شويه فات بس في ان ذا رايت بليسز. وممكن ابتو ان انا احقن فات انجكشن في البكتوراليز ميجر عشان ازود الفوليوم بتاعها، فيبقى شكلها كونتورد اكتر وشكلها appealing اكتر او aesthetically appealing اكتر. طيب، this muscular breast contour can be consistently created زي ما اتفقنا من احنا comprehensive glandular و fat removal in addition of fat strategically injected في المصل نفسها. طيب، several modifications لل traditional contouring techniques have been made. ايه بقى التراديشنال، ايه الموديفيكيشنز اللي اتعملت دي؟ ان انا
بقينا نعمل لايف سكشن من يعني مش من الشست كله، لا بقى في زونز معينه بنعمل منها لايف سكشن، في زونز ثانيه بنعمل فيها فات انجكشن عشان ننهانس الماسل نفسها. الايدجز بتاعت البكتيريال ميجر لازم اعمل لها انحتها زي ما بنقول باللغه العاميه، ان انا اعمل لها ديفينيشن او اعمل لها اتشنج. اتشنج دي ان انا ابين الايدجز بتاعت المصل نفسها، فيبقى شكل الشست او الباكس او بكتيريال ماسلز باينه ومنحوته، يبقى في فرق بين الشست والابدومين، وفي فرق بين الشست والباك، ما يبقاش البيشنت كل الاماكن دي سايحه على بعضها فعلا. لما ابقى واخد بالي من الكلام ده وابقى عامل بلاننج كويس جدا للبيشنت، وابقى شايف عامل له دايجنوزس كويس قوي في الكلينيك قبليها، ابقى عارف هل المشكله عنده اكتر في الفات ولا المشكله عنده اكتر في اللاند بروليفريشن. هبقى عارف انا داخل اعالج ايه، يعني هبقى عارف انا هشيل الجلاند من هنا، بس هعمل لايف سكشن للارياز دي، هعمل ديفينيشن للماسلز، هعمل فات انجكشن جوه الماسل نفسها بحيث ان انا ازود الفوليوم بتاعها شويه. كل الحاجات دي بتظبط في الاخر الشيب ويطلع الشكل اثيتيكلي بليزنج اكتر، والبيشنت ساتسفاكشن يبقى عالي. برضه خلينا نتكلم بشكل واقعي ان البيشنت الميل بيشنت بالذات، معظم الميل بيشنت مش كلهم، بيبقى الاكسبكتيشنز بتاعتهم مش عاليه، هو مش فارق معاه الموضوع، انا جاي عشان دي حاجه مضايق، مش حاجه مسببه لي مشكله، او مش جاي عشان احسن من شكلي قوي، بس انا جاي عشان الموضوع ده موقف لي حياتي شويه، حاجه عامل لي سايكولوجيكال ايشو. ما بيبقاش ممكن البيشنت نفسه ما يبقاش جاي واخد باله من الكلام اللي احنا بنقوله ده، ولا يبقى فارق معاه شكل الكونتور بتاع الشست ولا الكلام ده، بس ليه ما نطلعش الشكل الشست احلى؟ يعني ليه ما نطلعش البيشنت بشكل احسن؟ مش مجرد ان انا دخلت البيشنت شلت له جلاند وسبت له حفره في صدره وطلع شكلها مش مظبوط، لا، لازم اطلعه شكله اثيتيكلي بليزنج، لازم يبقى طالع راضي عن العمليه، وشكل المكان احسن كتير من قبل كده، وبرده في نفس الوقت، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، يبقى طالع شكله ناتشرال، ما طلعش البيشنت شكله غريب، شكله فيك. طيب liposuction of the lateral chest والaxilla are used to create a more defined lateral chest and linear border. دي زي حاجه مهمه جدا كنا بنتكلم عليها، ان احنا نعمل definition، يبقى في فرق بين الشست والباك، ان انا الفات اللي بين البكتيرياليز ميجر واللاتيسمس دوساي لازم اعمل لايف سكشن كويس قوي، واحدد البوردرز بتاعت اللاتيسمس دوساي والبوردرز بتاعت البكتيرياليز ميجر، عشان يطلع شكل الشست منحوت اكتر وشكله يبقى aesthetically pleasing. Finally, liposuction of the sternal line is used to enhance the vertical medial linear border. احنا عندنا الشست المفروض يبقى فيه لاين في النص بين البكتيريالز هنا والبكتيريالز هنا. الارياز دي انا بعمل فيها برضو aggressive liposuction بحيث ان احنا نعمل definition للميديال بوردر بتاع البكتيريالز ميجر، فيبقى شكلها defined جدا. طيب زي ما اتفقنا ان احنا مش كل الارياز بتاعه الشيست بنعمل فيها لايبوسكشن، في حتت بنعمل فيها اجريسيف لايبوسكشن عشان نعمل اتشنج او نعمل لاينز ونحدد البوردرز بتاعه الماسلز، وفي ارياز ثانيه ما بنعملش فيها لايبوسكشن، وفي ارياز ثانيه ممكن نحقن فيها فات اكشلي عشان نبين الماسل شكلها اكبر شويه. كل الحاجات دي بنعملها على الشكل الاثيتيكلي بليزنج، اللي هو الشكل بالحد الماسكولار، حد شكله جسمه كويس، ماسكولر، حجم العضله اللي عنده كويس وشكلها مفهوم، مش مجرد فوليوم وخلاص. طيب نتكلم بقى على حاجات جنرال اكتر شويه، التكنيكس بتاعت اللايبوسكشن. التكنيكس بتاعت اللايبوسكشن اتطورت من زمان لحد دلوقتي بشكل كبير قوي، ستيل فيها تطور كبير قوي. طيب كان زمان اول ما بداوا اللايبوسكشن كان تقريبا في 1980 كان حد اول ما عمل لايبوسكشن، ما كانش لايبوسكشن بالمعنى اللايبوسكشن اللي احنا بنعمله دلوقتي، بس كان اكتر منه كان كيوريتج للفات، يعني كان حد بيعمل انسيجن وبيكحت الفات اللي موجود. كانت اول حته بيجرب فيها الموضوع ده كان اراوند ذا نيز، وكانت عمل كيوريتج، بس طبعا كانت عمليه اجريسيف وبلادي جدا، لان ما كانش في اي حاجه من الحاجات التكنيكس احنا بنستخدمها دلوقتي. بعد كده بقى في حاجه اسمها دراي لايبوسكشن. دراي لايبوسكشن تقريبا شبه اللي احنا بنعمله دلوقتي ده، بس من غير ما بنحقن فيوميسنت فلويد، فكنا ندخل بالكانيولا على سكشن ونسحب بس. فكان طبعا ده الكومبليكيشن بتاعته كبيره قوي، لان كان في بلاد لوس كبير جدا. طيب بعد كده في المانيوال لايبوسكشن. المانيوال لايبوسكشن ان انا بستخدم اللايبوسكشن كانيولاز وبركب عليها السيرنج واقعد اعمل نيجاتيف بريشر واسحب. طبعا دي
تاخد وقت طويل ومش افكتيف قوي. احنا دلوقتي بقت ليميتد اكتر على ان احنا بنشتغل بيها المايكرو فات والنانو فات، اللي هي الحاجات اللي لو انا باخد كميه فات صغيره وعايز احقنها مثلا في الفيس، في الهاندز، في الليبيا، في سكور مثلا، اللي هي لو انا عايز كميات قليله من الفات وعايز وفي نفس الوقت مش عايز اعمل لايف سكشن بحاجه هاي باور بشفاط عشان ما احافظ على الفات سيلز نفسها. طيب سكشن اسيستد لايبكتومي ان انا بوصل الكانيولا على شفاط وابدا اشفط، دي اسمها سكشن اسيستد لايبكتومي، ان انا بستخدم الباور بتاعت سكشن وعلى الكانيولا وابدا اشتغل. ليزر اسيستد ان انا بعمل لايبوليسيس للفات بجهاز ليزر مثلا. والانواع القديمه بتاعت الليزر كان فيها مشاكل كتير شويه، انها كانت بتعمل بيرنز وكانت مش سيف. الانواع الجديده الى حد ما سيف، واكشلي دي احدث حاجه حاليا. فيزر اسيستد لايبوسكشن، الفيزر زي ما كلنا عارفين ده الترا ساوند ويفز. وظيفتها بيبقى فيه تو مودز. المود الاولاني ان انا بعمل بيه لايبوليسيس، بكسر بيه الفات الاول قبل ما بعمل لايبوسكشن. بعد ما بخلص بعمل لايبوسكشن في المود الثاني اللي هو السي مود، ده بيعمل شد للجلد او بيعمل تيشيو ريتراكشن، فده بستخدمه عشان ما يبقاش فيه ترهل في الجلد بعد عمليات اللايبوسكشن. طيب وحاليا في برضه حاجات تانية زي الجي بلازما. الجي بلازما كان طلع شويه، بس انا بيرسونالي جربته نتائجه مش احسن حاجه، مش زي الفيزر والليزر. فبرضه يعني ما حبيتوش، بس هو كفكره عامه عنه هو بيشتغل بهيليوم بلازما مع ار اف. ده هو بيشتغل مينلي على السكين تايتنينج بس، ما بيعملش لايبوليسيس، هو بيشتغل سكين تايتنينج بس. فده احنا بنستخدمه بعد ما بنعمل لايبوسكشن، فاكشلي يو كان كومباين مع الفيزر، يعني ممكن تستخدمه مع الفيزر. طيب الباور اسيستد لايبوسكشن ده بدل ما احنا كنا الاول بنشتغل بايدينا وبنعمل لايبوسكشن كله بايدينا، الباور اسيستد لايبوسكشن دي بيبقى جهاز متوصل عليه الكانيولا وهو بيفايبريت، هو بيحرك الكانيولا، بيبقى ليه تو موشنز، سيركلر موشن وفورورد موشن. عشان ده الميزه فيه ايه؟ ان هو بيطلع انفرا ساوند ويفز، فبيساعد اكشلي على التيشو ريتراكشن بعد لايبوسكشن. حاجه ثانيه ان هو التروما للتيشو بتبقى اقل كتير، فالريكفري بتاعت البيشنت بتبقى اسهل كتير. ميزه ثالثه فيه ان هو كعلى الجراح نفسه ان هو يعني تعبه اقل كتير. لان الاول عمليه اللايف سكشن، لو حد فيكم جرب لايف سكشن بايديه، هي عمليه متعبه جدا وفيزيكلي ديماندنج. عشان كده هتلاقي معظم الجراحين اللي بيحبوا اللايف سكشن رجاله وبيحبوا يعني الموضوع الى حد ما فيزيكلي ديماندنج، بيبقى متعب فعلا، سبيشالي لو حاله هتعمل اجزاء كتيره وهتشفط منها كميات كبيره. فالباور اسيستد لايبوسكشن لا، بيساعد جدا في الموضوع ده، وبيخلي الموضوع اسهل كتير، ويخلي الموضوع اريح بالنسبه للجراح بشكل كبير، والريكفري طبعا على البيشنت تبقى احسن، والريزلتس كمان بتبقى احسن كتير. طيب مهم جدا البري اوبرتيف بلاننج ده في اللايبوسكشن بشكل عام. ان البيشنت should be marked in standing position. مهم قوي ان انا لو هاجي اعمل ماركينج للبيشنت ما يبقاش نايم، لان هو نايم معظم الحاجات ما بتبقاش باينه، بيبان ان البيشنت شكله عادي جدا. فلازم البيشنت يبقى in standing position in front of a mirror. ومهم جدا ابقى جايب ميرور في المكان اللي انا هعلم فيه البيشنت. ليه؟ لان البيشنت عشان البيشنت يشارك معاك في البروسيس بتاعت البلاننج نفسها. ليه؟ لان كل حد بيبقى عنده حاجات مضايقاه في جسمه، فبيبقى عايز هو يتكلم اكتر عنها، او عايز يعني يشرحها هو بطريقته هو. يعني انا ممكن كجراح ما ابقى شايف ان دي حاجه عاديه، ممكن البيشنت تبقى حاجه مش عاديه، او ممكن ابقى انا شايف عنده مشكله. يعني انا شايف مثلا مكان فيه فات زياده ومحتاج ان هو يتعمل له لايبوسكشن مثلا، يبقى البيشنت لا انا عاجبني ده مش عايز اشيله. ودي حصلت معانا كتير يعني. فمهم جدا يبقى in front of a mirror عشان الحاجات البيشنت يبقى شايف الماركينج وتتناقشوا في القصه بتاعت الاماكن اللي هتعمل لها liposuction. تمام. طيب this allows the patient to contribute to the process and further confirms exactly the areas اللي هتبقى will addressed during the procedure. طيب the full position stance is preferred، ان انا احرك يعني من قدام ومن الجنبين ومن ورا عشان ابقى شايف كل الاماكن وابقى شايف كل الماركس. طيب الاماكن اللي انا هعمل لها لايف سكشن او الزونز اللي هعمل لها لايف سكشن عاده بنعلمها بدوائر او بنقسمها زونز. الاماكن الزونز اوف ادهيرنس سبيشالي دي بتبقى موجوده في الباك، ان بتلاقي مثلا في مكان فيه فات وفي مكان ما فيهوش فات ولازق داخل لجوه. فالاماكن دي برضه لازم اعلمها بهاش ماركس او بعلمها بعلامات بالعرض عشان المكان ده ما اعملش فيه اجريسيف لايف سكشن فزود الاماكن اللي لازقه دي. لا، ابقى عارف ايه اللي هسلكه وايه اللي هشفطه، ايه اللي هقلل الفوليوم بتاعه، ايه اللي هخلي
الفوليوم بتاعه يعني ايه اللي هخليه زي ما هو، او الاماكن اللي فيها زونز اوف اديرنس ابعد عنها. طيب الاسيمتريز مهم جدا ان انا اعمل لها ماركينج سبيشالي في الشست. احنا عاده هتشوفي ان النص اليمين بيبقى غير النص الشمال، ده طبعا عند كل الناس، بس في اماكن بيبقى فيه ماركت اسيمتريز. الاسيمتريز لازم انبه على البيشنت حاجتين: اعلم الاسيمتريز، لان في ناس كتير قوي ما بتبقاش واخده بالها من الاسيمتريز سبيشالي في البريست. اعلم الاسيمتريز واخد بالي انهي اكتر واحده اعلم، انهي اكتر مكان انا هشتغل فيه اكتر، هعمل فيه لايف سكشن اكتر، واعرف البيشنت ان هو فيه اسيمتري. ليه؟ البيشنت ممكن يبقى عايش طول عمره ما يعرفش ان هو عنده اسيمتري في البريست مثلا، بس لو احنا عملنا عمليه في المكان ده، يعني مثلا فور اكزامبل البريست اوجمنتيشن، معظم الفيميلز عندها اليمين غير الشمال، وفي ديفرنس في السايز حتى في التوزز نفسه، بس ما بتبقاش هي واخده بالها، يعني ما بتبقاش واخده بالها ان في واحد مترهل اكتر من التاني، في واحد اكبر من التاني، الحاجات دي. بس احنا بعد مثلا بنعمل بريست اوجمنتيشن، ال 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 بعد ما بنعمل بريست اوجمنتيشن بنلاقي ان الاسيمتريز دي بانت اكتر، دي حاجه بتبان اكتر. الحاجه الثانيه ان البيشنت طالما عمل العمليه في المكان ده، فهو يبدا يركز في المكان ده. انا اقف قدام المرايه وابص، انا عملت عمليه في الشاست مثلا، اقف قدام المرايه واقعد ابص على الشاست وهكمبير. فهتيجي بعد العمليه بتتكلم مع الدكتور، تقول له يا دكتور دلوقتي انت طلعتني الجنبين مش زي بعض. عشان كده احنا بيفور لازم نبقى مصورين. طبعا بيفور لازم التصوير ده حاجه مهمه جدا وحاجه اساسيه، سواء كنت هتعرض الصور او مش هتعرضها، بس يعني لازم تبقى التصوير ده اساسي. ليه؟ عشان ميديكال ليجالي تبقى انت عارف البيفور بتاع البيشنت عامل ازاي، ولما يجي البيشنت يتكلم معاك، لان برضو خلي بالك معظم عيانين التجميل بيجوا بينسوا شكلهم قبل العمليه كان عامل ازاي، فبتيجي ممكن تيجي لك بعد شهر من العمليه تقول لك دكتور انا مش حاسه بتغيير، حاسه ان انا ما عملتش على يعني زي ما انا. فقوم توريها البيفور والافتر وتقول لها ان لسه احنا في البروسيس اوف هيلينج. بتفرق قوي، البيشنت بينسوا شكلهم عامل ازاي، وبعدين هم بعد العمليه طول كل يوم بيقفوا قدام المرايه ويبصوا على نفسهم، فما بيحسوش بالتغييرات اللي بتحصل كل يوم بعد ما الإديمة بتنزل ويبدا الشكل يبان. فمهم قوي ان نبقى مصورين كويس قوي، ونوري البيشنت الاسيمتريز ونعمل لها ماركينج، ونبقى عارفين هنحلها ازاي. طيب بعد ما خلصنا الماركينج once again reviews، بنراجع الماركينج مع البيشنت، ريفيو الماركينج مع البيشنت تو انشور ان كل areas of concern addressed، يعني كل الاماكن اللي البيشنت عايزها اتعلم عليها وتمام. طيب بعد كده الانستيزيا والسيتنج. اللايبوسكشن عامه جنرالي مش على بتاع الجاينيكوماستيا او الجاينيكوماستيا بشكل خاص، ينفع تعمل بلوكال انستيزيا، ينفع تعمل بلوكال انستيزيا وسيديشن، ينفع تعمل بريجنال انستيزيا، ينفع تعمل بجنرال انستيزيا. بتختلف على حسب ايه؟ بتختلف على حسب حاجات كتير قوي. هل البيشنت داخل هيعمل اريا واحده بس؟ هل البيشنت داخل هتعمل لايبوسكشن لكميات كبيره؟ هل البيشنت كلينيكلي او ميديكلي تقدر تستحمل انها تدخل جنرال انستيزيا؟ كل الحاجات دي بتفرق. يعني لو البيشنت مثلا داخله هتعمل لايبوسكشن من بطن وظهر ودراعات مثلا، الافضل ليا ان انا اعملها بلوكال انستيزيا ولا جنرال انستيزيا؟ الافضل طبعا اعملها بجنرال انستيزيا. بس طيب لو البيشنت عندها حاجه مشكله ميديكلي ومش هتقدر تستحمل جنرال انستيزيا، ممكن نعملها بلوكال انستيزيا مع سيديشن مثلا. فكل الانستيزيا اوبشنز يوجوالي بتنفع معانا في الكيس بتاعتنا، بس تختلف طبعا من كيس الثاني على حسب البيشنت وعلى حسب الكومبلاينس بتاعه. لان في بيشنتس على فكره ممكن يبقى داخل يعمل حاجه بسيطه قوي، ممكن تعمل بلوكال انستيزيا، بس هو يطلب ان هي تعمل بجنرال انستيزيا، انا مش عايز ابقى صاحي during البروسيجر، وبتحصل معانا يعني. فالتايب اوف انستيزيا بيختلف، يعني باختلاف كل كيس واختلاف كل بيشنت، وبيختلف اب تو ان البيرسونال بريفرنس بتاع البيشنت نفسه بيفرق معانا في اختيار النوع الانستيزيا. طيب التوماسنت فلويد ده الفلويد اللي احنا بنحقنه قبل ما نبدا، بنحقنه في المكان اللي احنا هنعمل فيه لايبوسكشن قبل ما نبدا. طيب التوماسنت سولوشن ده هو باختصار شديد جدا هو لوكال انستاتيك، ومعاه حاجه فازو كونستريكتور اللي هو يوجوالي ادرينالين او الابنفرين، وبنحطه في لارج فوليومز اوف فلويد. الفلويد دي يوجوالي بتكون نورمال سلاين اللي هو محلول ملح. طيب هو بيبقى وظيفته حاجتين، يعني حاجتين او ثلاث حاجات بالظبط: ان هو يريديوس البين، ان انا ببقى حاطط فيه لوكال انستاتيك،
فاسيليتيت اللايبوسكشن، لان الفات ما هوش يعني لو انا دخلت الكانيولا على الفات من غير ما ابقى حقنه حاجه هيبقى ناشف شويه على انه يطلع معايا، مش هيبقى طالع معايا بالسهوله دي. فهو وظيفته ان هو بيسهل ان الفات يطلع معايا، بيريديوس البين وبيقلل طبعا البليدنج، ودي اهم نقطه في الموضوع كله ان هو بيقلل البليدنج. الادرينال بيعمل فازو كونستريكشن في الارياز في الفات، فبيقلل البليدنج، فيقلل لي البلاد لوس، فبيساعد في حاجات كتير قوي، يخلي الريكفري بتاعت البيشنت اسهل، يخليني اقدر اعمل لايبوسكشن لفوليومز كبيره في ذا سيم سيتنج، وطبعا يقلل البروزنج اللي بيحصل طبعا بعد العمليه. طيب لو انا الفات ده ناوي اللي انا هعمله لايبوسكشن هحقنه تاني، انا عايز اعمل بيه فات انجكشن او حاجه، هل اللوكال انستيزيا بتفرق في الفايبيليتي بتاعت البري اديبوسايتس؟ معظم الدراسات قالت ان مفيش فرق بين السرفايفل بتاع البري اديبوسايتس سواء انا حقنت لوكال انستيك ولا لا. طيب the most commonly used local anesthetic في liposuction والفات جرافتنج هو الليدوكين. والليدوكين احنا اخترناه بسبب ليه كذا سبب. اولا ان هو السيف ليميت دوز بتاعته عاليه، فاقدر احط منه كميات كبيره من غير ما اعرض البيشنت لخطر، على عكس مثلا الميبيكين التوكسيك دوز بتاعته قليله جدا، ومثلا لو اكسيدنتلي حقنته انترافينوس بيعمل irreversible auto block، فده حاجه very very dangerous. فعشان احنا هنحتاج نحقن منه فوليومز كبيره. طيب الليدوكين، لا الليدوكين فيري سيف. السيف ليميت دوز بتاعته في التيوماسين سولوشن من 30 ل 35 ام ال بير كي جي، وفي ستاديز قالت ان هو اب تو 55 ام ال بير كي جي with minimal risk of lidocaine toxicity. طيب الفات جرافتنج بقى ممكن اقدر اعمله زي يعني general epidural او local anesthesia with or without sedation، طبعا زي ما اتفقنا على حسب البيشنتس وعلى حسب البروسيجر اللي انا هعمله والكومبلاينس بتاع البيشنت والميديكال هيستوري بتاعه. طيب التيوماسين سولوشن عاده الكونسنتريشن بتاع الليدوكين فيه بيبقى تقريبا 0.05% في سلاين سوليوشن، والابنفرين بيبقى من 1 ل 200,000 او اب تو 1 ل 500,000 على حسب المكان اللي احنا بنشتغل فيه. يعني في الميل شاست انا مخليه 1 على 250,000، 1 على 250,000، بحيث ان لو انا هعمل اكسجن للجلاند يبقى الفيلد بتاع السيرجري بتاعي بيبقى كلين قوي، وما يبقاش فيه بليدنج كتير، وابقى شغال براحتي، وابقى شايف الجلاند كلها عشان اقدر اعمل لها كومبليت اكسجن. لان برضه ممكن تحصل معاك ان وانت شغال بتعمل اكسجن للجلاند يتساب منها جزء او يتساب منها حاجه. ليه؟ لان الفيجواليزيشن بتاع الفيلد مش باين كويس لو انت مش حاقن تيوماسين سولوشن. ده بيفرق قوي 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 في سبيشالي في الجاينيكوماستيا. لو انا حقن تيوماسين سولوشن كويس وعامل انفلتريشن لكل الشست كويس، لو هعمل جلاند اكسجن بيبقى الفيلد اولموست بلادلس، واقدر اعمل اكسجن براحتي جدا، وابقى شايف البوردرز بتاعت الجلاند وشايفها كلها، شايلها كلها كويس. وده بيخليني بعد كده اعمل يعني ابقى طالع يعني هاي ساتسفاكشن ريت مع البيشنتس، والريزلت طبعا بتبقى حلوه جدا. في حاجه مهمه قوي برضو مهمه سبيشالي في الجلاند اكسجن، كنت اتكلمت عليها في الاول، ان انا بعد ما بعمل اكسجن للجلاند بعمل ابروكسيميشن للفاتي تيشو اللي موجود اللي باقي، عشان ما اسيبش سبيس في الشست يبقى عامل زي في حته فيه irregularities او فيها مشكله. الحاجه الثانيه ان انا بسيب جزء صغير قوي تحت الاريولا، يعني زي ديسك صغير قوي كده تحت الاريولا، ما بشيلوش عشان ما يبقاش بعد ما اخلص يبقى فيه شكل انفيرتد نيبل، او يبقى وفي نفس الوقت ما ياثرش على الفاسكولاريتي بتاعت النيبل. فبسيب جزء صغير قوي حوالي سنتي او اقل من سنتي تحت النيبل، عشان يبقى محافظ على الفاسكولاريتي بتاعت النيبل اريلا كومبلكس، وفي نفس الوقت ما يبقاش عامل انفيرتد نيبل بعديها برضه، اللي هو هيليد في الاخر ان الشكل برضه مش هيبقى حلو. فاحنا زي ما اتفقنا بنحاول على قد ما نقدر يبقى الشكل اثيتيكلي بليزنج، والبيشنت يبقى ساتسفايد اكتر بالريزلتس، مش جايبه مشكله ويطلع برضه بشكل مشوه يعني. طيب how much volume to infiltrate؟ احنا بنحقن قد ايه تيوماسين فلويد في مثلا في الكيس بتاعت الجاينيكوماستيا؟ انا يوجوالي على حسب طبعا كميه الفات اللي موجوده في البيشنت. لو البيشنت عنده يعني لو انا هعمل لايبوسكشن لكميات كبيره للتشست بتاع البيشنت حجمه كبير، ممكن احط مثلا 500 سي سي مثلا في كل جنب، لان برضه احنا ما ننساش ان احنا بنحقن الجزء بتاع الاكزيلا واللاترال تشست وول، كل الاريا دي احنا بنعمل فيها لايبوسكشن، فكل ده هيتعمل له انفلتريشن. فطبعا على حسب الفوليوم. طيب النسبه بتاعت الحقن بتاعت التيوماسنت
ليها كذا طريقه في الحساب. في طريقه اسمها وات ان انا بحقن واحد لواحد. لو انا هعمل لايف سكشن ل 1 ام ال اوف فات، بحقن 1 ام ال اوف تيوميسنت وبعمل لايف سكشن ل 1 ام ال اوف فات. لو في حاجه طريقه ثانيه اسمها السوبر وات اللي هي 2 لواحد، بحقن 2 وبسحب واحد. يعني لو انا اكسبكتنج ان انا اسحب لتر، فبحقن 2 لتر وبسحب لتر. في الطريقه الثالثه ودي البراكتيكلي اسهل شويه، ودي عاده اللي انا بستخدمها، او اللي هي التيوماسن تكنيك. التيوماسن تكنيك ده ان انا بحقن المكان اللي انا عامله لايف سكشن، بفضل احقن لحد لما بحس ان الفات ما بقاش طري، بقى فيرم الى حد ما، والسكين بقى ستريتشد، وخلاص المكان ده اخذ كفايته من التيوماسن. مميزات التكنيك ده ايه؟ ان هو سهل، مش محتاج ان انا اقعد احسب ولا اشوف انا هسحب قد ايه من البيشنت. الحاجه الثانيه ان هو بيقلل المشاكل اللي بتحصل بعد العمليه بوست اوبراتيفلي. حاجات زي الهايبرفوليميا والهايبوفوليميا بيقلل المشاكل بتاعتها بشكل كبير قوي، وبيقلل الفكره بتاعت ان يحصل سيروما او يحصل شيفت للفلويد. شيفت بيحصل طبعا فلويد شيفت بعد اللايف سكشن. التيوميسن تكنيك ده بيقلل فكره الفلويد شيفت ده والهايبوفوليميا او الهايبرفوليميا. طيب، ستيب مهمه جدا 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 قبل ما نبدا اللايبوسكشن. هاو لونج شود وي ويت بيفور لايبوسكشن؟ انا عندي دلوقتي التيوميسن فلويد، المفروض استنى قد ايه؟ هل ابدا على طول؟ لان كانت دي على فكره دي كان كومن ميستيك، كانت ناس كتير بتعملها، ان هي اول ما تحقن التيوميسن فلويد تبدا تعمل لايف سكشن، فتلاقي ان الفلويد طلع في الاول، وبعد كده كل الاسبيريت بقى بلادي، فبقى في بلاد لوس، والاسبيريت اللي طالع شكله مش حلو. الفكره دي ان الادرينالين عشان يبدا يشتغل بياخد من 7 ل 10 دقائق. فانا لما بحقن التيوميسن فلويد لازم اتليست استنى 10 دقائق. ليه اتليست استنى 10 دقائق؟ عشان حاجتين: عشان ادي فرصه للادرينالين ان هو يشتغل فيعمل بازو كونستكشن، فلما اجي اعمل اسبيريشن للفات يبقى طالع معايا اولموست بلادلس. الحاجه الثانيه ان انا ادي فرصه للفلويد اللي انا حقنته ده يعمل انفلتريشن في التيشوز، لان انا بحقنه هو بيبقى بين التيشوز، واحده واحده بيعمل انفلتريشن يبقى جوه التيشوز. فلما استنى عليه شويه، على الاقل من 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، بيكون اتوزع كويس في الاريا دي كلها. لو انا بشتغل مثلا باللوكال انستيزيا، هبقى ضامن ان كل اللوكال انستيزيا توزع في الاريا كلها، فلما اجي اعمل لايف سكشن للبيشنت ما يبقاش ان بين. يكون الابنفرين او الادرينالين يشتغل كويس، فيبقى كل الاسبيريشن ده طالع اولموست بلادلس، ما يبقاش فيه بروزنج بعد العمليه، ما يبقاش فيه بلاد لوس. كل الحاجات دي بتفرق قوي بشكل كبير. يعني ممكن البيشنت على فكره يبقى طالع راضي بالنتيجه جدا، يعني يبقى طالع ان انا عملت لايف سكشن، انا حتى المكان كويس جدا، البيشنت طالع مبسوطه جدا، بس تقول لك انا قعدت مزرقه والله 3 اسابيع او شهر بعد العمليه. ما هو ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان احنا ما استنيناش على الادرينالين ان هو يشتغل كويس فيعمل فازو كونستريكشن لكل البلاد فيسلز، فبقى في بروزنج عنيف، وبقى في بلاد لوس كبير. كل الحاجات دي بتخلي البيشنت بتفرق قوي في الريكفري. يعني انا عارف انها حاجات صغيره بس بتفرق قوي في الريكفري، وبتفرق معاك انت كمان في الشغل، يعني بتفرق مع الدكتور نفسه في الشغل. ان انت لو اديت فرصه للاسبيريت ان هو، او للفلتريت ان هو يشتغل كويس ويتوزع في التيشوز كويس، الموضوع هيبقى اسهل عليك كلايفوسكشن، واسهل على البيشنت في الريكفري بعد كده. يعني هتفرق كتير قوي. ال 10 دقايق دول بيفرقوا كتير قوي قوي في الشغل يعني. طيب، الديفايسز اللي احنا بنستخدمها في اللايف سكشن، الانفلتريشن كانيولا دي هنشوف شكلها برضو في السلايد بعد كده، شكلها اوضح شويه. الانفلتريشن كانيولا دي عاده بتبقى 3 او 4 مللي الدايمتر بتاعها، وبيبقى فيها فتحات صغيره، دي بتبقى وظيفتها انها توزع التيوميسن فلويد في التيشوز كلها. طيب، الانفيوجن بامب دي جهاز كده وظيفته ان هو بيوصل عليه المحلول بتاع التيوميسنت، وهو بيبقى فيه زي لاين كده، هو بيزق الفلويد عشان يسهل معايا الحقن يبقى اسرع شويه. طيب، اللايبوسكشن كانيولاز دي مهمه قوي، والاختيار بتاعها مهم قوي، لان دي بتفرق في منها انواع كتير قوي، في منها اشكال كتير قوي، في منها ديزاينز كتير قوي، وما بنبقاش عارفين نختار ايه او نشتغل بايه. اتكلم على اشهر حاجات. اشهر واحده مشهور، يعني اشهر واحده بنستخدمها اللي هي المرسيدس. دي بتبقى الفتحات بتاعتها بيبقى فيها 3 فتحات في الاخر، آه، قبل التب بتاعتها بشويه، بيبقوا لافين حوالين الكونتور بتاع الكانيول نفسها. يبقى يوجوالي 3 فتحات، عشان كده بيبقى شكلها عامل زي العلامه بتاعت المرسيدس. النوع الثاني المشهور برضه بنستخدمه بشكل كبير التراي بورت. التراي بورت بتبقى برضه 3 فتحات، بس بتبقى فتحتين قدام تحت الكتف، وفتحه وراهم شويه. دول عاده اشهر 2 بنستخدمهم.
في اشكال وانواع كتيره والاوبننجز بتختلف في الفتحات، يعني في حجمها وفي اماكنها بشكل كبير قوي. وكل ما كانت الفتحات عددها اكبر كل ما كان اللايبوسكشن اسهل، وكل ما كان الفات اكستراكشن اسهل. بس الفكره ان كل ما كانت الفتحات حجمها اكبر وكل ما كان الكانيولا حجمها اكبر كل ما كان سهل قوي ان يتعمل بيها ريجولاريتيز. فمهم قوي تبقى عارف السايزز بتاعت الكانيولاز اللي انت بتستخدمها في كل اريا، عشان تبقى عارف المكان ده مش عايز يطلع فيه irregularities، مش هيطلع فيه مشاكل. فلازم تبقى مختار الكانيولا بتاعتك كويس، واكوردنج للبيشنت واكوردنج طبعا للسكين تايب والسكين ثيكنس بيفرق قوي. لان لو حد السكين ثيكنس بتاعه قليل وانا استخدمت كانيولا حجمها كبير سهل جدا نعمل سكين نيكروزس، فهيطلع برضو شكلها مشوه. فكل الحاجات دي مهمه قوي عشان to avoid complications واطلع باحسن results. طيب اللايبوسكشن كانيولاز دي بتبقى سنجل او دبل ابيرتشر، او اللي ليها فتحه او فتحتين. دول يوجوالي سيف، دول اكتر حاجات سيف. ليه؟ فانا كل ما كانت الفتحات اكتر كل ما كان التيشو انجري اعلى، وكل ما كان انا معرض ان انا اعمل irregularities كتير للبيشنت، وكل ما كان انا معرض ان انا اعمل انجري للسكين نفسه. طيب ويوجوالي الفتحات دي بتبقى دايركتد اواي فروم ذا سكين. الكانيولا بيبقى ليها هاندل، الهاندل بيبقى ليه مكان ماسكه للصباع نفسه، بحيث ان انت لما بتبقى ماسكها صح بيبقى وبتبص على التip بتاعت الكانيولا بتلاقي ان الفتحات usually directed away from the skin، يا اما بيبقوا على الجنبين يا اما بيبقوا تحت، ما بيبقوش ناحيه السكين. ليه؟ عشان ما يعورش السكين ويعمل نيكروزز للسكين، ودي كومبليكيشن خطيره جدا وبتبقى شكلها سيء جدا، وحلولها بتبقى صعبه قوي ان انت تعالج الكومبليكيشن دي. ده موست كومن كانيولا تايب اللي هي المرسيدس. دي عندها 3 فتحات sit back from the tip to allow efficient circumferential fat removal، عشان تقدر تسحب فات من كل السيركمفرنس بتاع الكانيولا نفسه. في طبعا multiple variations with either larger or smaller openings. عادة زي ما اتفقنا حجم الفتحات وشكلها واماكنها بتختلف من كانيولا للتانية، والكانيولاز تقدر تظبط كانيولاز على حسب الشيب اللي انت عايزه. يعني انت في دكتورز بيختاروا يعملوا ديزاين لكانيولا بشكل معين، بحيث انا عايز مثلا كانيولا عايز بيها لايبوسكشن للجزء بتاع الفلانكس، وعايز يبقى فيها كيرف، فتقدر تخليها تبقى ستريت، ممكن تخليها تبقى كيرف، ممكن تخلي التip بتاعتها بلانت، ممكن تخليها شارب، ممكن تخليها في تip، سبيشال لو انت بتشتغل في مكان فيه فايبرس تيشو كتير، او بتشتغل مكان اندر سكور. ممكن تخلي الكانيولا في نوع مثلا اسمه الباسكت ده بتستخدمه في الاماكن اللي هي كان معمول فيها لايبوسكشن قبل كده، فيها فايبروزز عنيف قوي، فدي بتبقى حلوه في المكان ده لان هي تقدر تعمل لايبوسكشن للفات وتقدر تعدي جوه الفايبرس تيشو بشكل اسهل شويه. دي اشكال يعني كتير لمعظم الكانيولات اللي موجوده. في كانيولات الباسكت اللي هي اللي في النص، اللي عليها اللي هي اللي طالعه لبره دي. في هارفستنج كانيولز دي اللي احنا بنستخدمها عشان نطلع المايكرو فات والنانو فات، ودي طبعا مهمه وبيبقى ليها مواصفات معينه. بتبقى عاده دايما بتاع 3 ملم، والفتحات بتبقى 1 ملم، وعاده بيبقى فيها فتحات كتير اللي هي الجزء اللي تحت ده. اللوك ده او دي لو الكانيولا بتركب على سيرنج، وعاده بتبقى لور لوك سيرنج عشان تبقى لوكد عليها، لان في كانيولا بتركب على سيرنجز وفي كانيولا بتركب على شفاط او بتركب على سيرينج تانية اللي هي التومي سيرينج او بيسموها، زي اللي هي شبه السيرينج بتاعت الرايل. في انجكتور كانيولز دي اللي احنا بنستخدمها عشان نحقن بيها الفات، ودي فيها برضه فاريشنز كتير قوي. في بلانت تيب، وفي بتبقى شارب تيب، وفي بتبقى في تيب. الفي تيب دي عشان تسلك سكارز. والستوب لوك فور سيرنجز دي لو انت بتعمل لايبوسكشن على سيرنج، دي بتركبها جوه السيرنج بحيث انه يفضل يمنتين النيجاتيف بريشر وانت شغال، فيبقى اللايبوسكشن اسهل كتير. طيب الديفايسز الثانيه باور اسيستد ديفايس، ده اللي هو اشهر نوع اللي هو اللي اسمه مايكرو اير. ده زي ما اتفقنا بيشتغل بيعمل تو موشنز، سيركلر موشن وانورد موشن، دي عشان وبيطلع انفرا ساوند ويفز. دي بتسهل اللايبوسكشن بشكل كبير، بتقلل المجهود على الجراح، وفي نفس الوقت بتعمل تروما للتيشوز اقل كتير، وبتساعد طبعا في التيشو ريتراكشن. الفيزر ده يمكن اشهر جهاز حاليا في العالم بيشتغل بيه لايبوسكشن. هو ده بيستخدم الترا ساوند ويفز زي ما اتفقنا، زي ما اتكلمنا عليه قبل كده. ليه تو مودز. المود الاولاني اللي هو البي مود او الفيزر مود، ده بيعمل فايبريشنز او بيفك الفات سيلز عن بعضها او بيكسرها، فيسهل عمليه اللايبوسكشن وتبقى
almost bloodless. كمان هو بيعمل heating للتيشوز فبيقلل البلاد لوس اللي بيحصل during liposuction. المود الثاني اللي هو السي مود او الكواجيليشن مود، ده بيعمل سكين كونتراكشن فيخلي ما يبقاش فيه ترهل بعد اللايبوسكشن والبيشنت يطلع بريزلت احلى كتير. طيب الجي بلازما او رينوفيون، الجي بلازما زي ما قلنا عليه قبل كده ده ار اف مع هيليوم بلازما. ده بيستخدم مينلي عشان السكين تايتنينج. ده يعني الاول بنعمل لايبوسكشن الاول، بنعمل له تانلينج كويس الاول، وبعد كده بنستخدم الجهاز عشان يشتغل على السكين فيعمل تايتنينج للسكين. ليزر اسيستد لايبوسكشن ده بيبقى جهاز ليزر بنستخدمه ان احنا بنعمل لايبوليسيس. بي برضه فيه تو مودز شبه الليزر كده، بس بنعمل لايبوليسيس دي الاول وبعد كده نعمل لايبوسكشن وبعد كده نعمل سكين تايتنينج. اكشلي السكين تايتنينج بتاع الليزر من الانواع الحديثه طبعا اقوى كتير من الليزر، والريزلت بتاعته احلى كتير. معرفش زي لو سمعتوا قبل كده عن الاندوليفت. الاندوليفت ده برضه سم تايب اوف ليزر، برضه دلوقتي بنقدر نستخدمه نعمل بيه حتى لايبوليسيس لوحده او نستخدمه مع اللايبوسكشن وبنعمل بيه سكين تايتنينج. الريزلت بتاعته حلوه جدا واحلى ويعني اقوى كتير كمان من الليزر. طيب انسيجن بليسمنت دي حاجه مهمه جدا جدا، دي مهمه جدا عامه في البلاستيك سيرجري بشكل عام، ان انا اقدر اختار الانسيجن بتاعي احطه في المكان اللي يبقى هيدن بحيث ان انا اطلع البيشنت بمينيمال سكارينج وما يبقاش شكله واضح. فعادة لما نيجي نختار الانسيجن بليسمنت بنخليه في مكان تشوزن كيرفلي في هيدن ايرز تبقى متداريه بالاندر جارمنتس بالملابس الداخليه، يعني مثلا في الفيميلز يبقى في البيكيني لاين او تبقى مثلا في البرا لاين او تبقى جوه ستريتش مارك جوه اولد سكار او جوه سكين فولد، بحيث ان يبقى الاماكن دي بتبقى هيدن اكتر ما يبقاش باينه، العين ما بتجيش عليها كتير وحتى لو في سكار فيها بيبقى يعني هيدن اكتر بشكل كبير. احنا كنا بنتكلم من شويه ان الكيوميسن تكنيك ده ان احنا بيبقى تقريبا 2 ل 3 سي سي اوف انفلتريت بير 1 سي سي اوف اسبيريت. عاده البلاد لوس بيبقى approximately 1% of the aspirated volume، يعني لو انا مطلب سكشن ل 1 لتر بيبقى تقريبا البلاد لوس فيه تقريبا حوالي 10 ملي بلاد، فده حاجه كويسه قوي يعني. ده بيقلل البلاد لوس بشكل كبير قوي فيخلي الريكفري اسهل، يقلل الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل بعد السيرجري، يخلي البيشنت يتحرك اسرع، يعني يخلي الموضوع احلى كتير واسهل كتير والريكفري احلى بكتير يعني. طيب زي ما كنا بنتكلم how long should we wait before starting the liposuction؟ minimum 10 minutes. كل ما استنينا فتره اطول يبقى احسن، يعني من 10 دقائق لنص ساعه is perfect. The next step زي ما اتفقنا varies according to the method of liposuction you're intending for the patient and the fate of the fat collected. يعني لو انا هستخدم فيزر مع البيشنت ده بعد ما بحقن الكيوميسنت هبدا اشتغل بالفيزر على الفي مود وبعد كده هعمل لايبوسكشن وبعد كده هشتغل على السكين تايتنينج مود. طيب لو انا الفات ده اللي انا هعمل له لايبوسكشن هحقنه تاني يبقى هعمل لايبوسكشن الاول وبعد كده هعمل بالفيزر، عشان لو انا عملت بالفيزر الاول الفيزر بيكسر الفات سيلز فمش هينفع احقنها تاني، فهبقى هكولكت الفات الاول وبعد كده هشتغل بالفيزر. نفس الكلام بالنسبه يعني بيبقى معظم الاجهزه، لان هي الحاجات اللي بتعمل لايبوليسيس يوجوالي بتدمر الفات سيلز فما اقدرش اعمل لها ري انجكشن تاني. طيب traditional suction assisted lipectomy او فيزر او جي بلازما او باور assisted lipectomy او laser assisted، كل الحاجات دي الستبس بتاعتها بتبقى مختلفه. وعامه احنا كل الحاجات دي احنا يعني بنشرحها وبنشوفها عملي في الكورس وبنشتغل بايدينا، فبيبقى الموضوع يعني مفهوم completely وبتجربوا بايديكم وبتشوفوا كل حاجه. طيب البري تانلينج دي حاجه مهمه جدا احنا بنستخدمها قبل ما نبدا اللايبوسكشن. البري تانلينج ده ان انا بعدي الكانيولا، يعني الاول انا بعد ما حقنت الكيوميسنت فلويد بعمل حاجه اسمها بري تانلينج. بري تانلينج ان انا بدخل بالكانيولا بتاعت اللايبوسكشن من غير ما ابقى مشغل السكشن واعمل بري تانلينج. البري تانلينج ده ان انا بفك التيشوز عن بعض وبعمل بلين اقدر اتحرك فيه عشان اعمل لايبوسكشن. طيب وظيفته ايه البري تانلينج ده بيعمل جلايدنج بلين كويس اقدر امشي فيه، فبعرف ان انا ماشي في الكراكت ليفل اللي هو ديب تو ذا سوبرفيشال فاشيا. احنا مهم جدا ان احنا الليفل الاريا المكان اللي احنا بنعمل فيه لايبوسكشن ما بنعملش لايبوسكشن سوبرفيشال وما بنعملش ديب قوي. ديب قوي انا هعمل انجري للمسلز او هعمل بيرفوريشن
سوبرفيشال قوي انا اعمل سكين نيكروزز. فاحنا بنشتغل في النص اللي هو ديب للسوبرفيشال فاشيا. لما ديب للسوبرفيشال فاشيا يعني ببقى افويد الكونتور ايجلاريتي بشكل كبير قوي، واقدر اطلع ريزلت شكلها حلوه، وفي نفس الوقت ما اطلعش حاجات فيها تشوهات، ما يبقاش فيه irregularities بشكل كبير. طيب بستخدم حاجه اسمها كريس كروس تكنيك. ده بي permits smooth transition to an improved contouring. كريس كروس تكنيك ان انا بتحرك بالكانيولا طول ما انا ماشي، بعمل رايح جاي عشان ما اعملش اوفر سكشن من مكان واحد فيبقى عامل irregularity. طيب too many cannula passes at the insertion site under suction can result in a contour depression. مهم جدا ان انا داخل ما اقعدش ادخل اخرج بالكانيولا كتير عشان ما اعملش depression في المكان اللي انا داخل منه بعمل منه لايبوسكشن. طيب البوست اوبريتيف كير، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان جزء كبير قوي من العمليه بيعتمد على البوست اوبريتيف كير. ان البيشنت اولا لازم البيشنت ابقى مانج الاكسبكتيشن بتاعته من قبل العمليه. يعني انا اقعد مع البيشنت قبل العمليه واتكلم معاه كويس جدا في كل حاجه، ابقى شارح له كل حاجه، كل البروسيس هتمشي ازاي، الريكفري هتبقى عامله ازاي، الكرسي هيتلبس قد ايه، ابقى عارف ظروف البيشنت. لان في بيشنتس كتير بيبقوا فاكرين ان عمليات البادي كونتورنج او لايب سكشن او وات ايفر العمليه نفسها ان انا هدخل نص ساعه وهطلع من العمليات، امارس حياتي طبيعيه جدا، هروح شغلي، هعمل كل حاجه ومفيش كرسي مفيش اي حاجه. ان ما يعرفوش ان اتس بروسيس. البروسيس دي بتاخد وقت. using appropriate compression garments and foam pads immediately after surgery for 6 to 8 weeks. يعني انا usually بلبس البيشنت الكرسي during anesthesia، يعني قبل ما يصحى بلبسه الكرسي واحط له الفوم بادز كويس جدا عشان ابقى ضامن ان كل حاجه مظبوطه في مكانها. ده بيقلل السويلنج اللي بيحصل بعد العمليه، بيقلل ان ممكن يحصل سيروما بعد العمليه، بيحافظ على الكونتور اللي انا عملته في السيرجري، فلما يحصل بعد كده فايبروزز والجلد يلزق ويرجع مكانه يبقى الشيب مظبوط زي اللي احنا عملناه جوه السيرجري. طيب بدي البيشنت بروفلاكتيك انتي بايوتيك طبعا زي اي سيرجري. فلويد ريبليسمنت، ودي حاجه مهمه جدا جدا سبيشال لو انا عامل لارج فوليوم لايبوسكشن. هيبقى اهم حاجه في الموضوع كله الفلويد ريبليسمنت، لان لما بنعمل لايبوسكشن كل الايز اللي احنا عملنا فيها لايبوسكشن دي بيحصل فيها فلويد شيفت. البلازما بتبدا ترشح فلويدز في الاماكن دي، فيحصل البلازما الفوليوم بتاعها بيبدا يقل، فالبيشنت بيحصل له فلويد امبالانس. اولا بيبقى فيه طبعا دوخه سبيشالي اول يومين ثلاثه بعد العمليه. الاديمه بتزيد بشكل كبير قوي، وكل الاديمه اللي بتحصل دي بتبقى من البلازما، فعشان كده بيحصل فوليوم لوس كبير قوي في البلازما، فالبيشنت بيحصل لها دوخه كبيره قوي بعد العمليه. فلازم اعمل فلويد ريبليسمنت، اشوف انا شربت فوليوم قد ايه واشوف الاديمه قد ايه واعوض البيشنت بالفلويدز. انصح البيشنت تشرب فلويدز كتير قوي بعد العمليه، تحرك كتير بعد العمليه عشان افويد في حاجه مهمه جدا جدا، ويمكن اكتر حاجه موربيدلي او اكتر حاجه فيتال بعد عمليات البادي كونتورنج، وهي ان يحصل فينا ترومبوامبوليزم، ان يحصل دي في تي ودي في تي تقلب بالمونري امبوليزم. دي اكتر حاجه ديورنج السيرجري، ودي طبعا لازم اخلي بالي منها. لو انا محتاج بروفيلاكسس للبيشنت، لو البيشنت كان عنده هيستوري قبل كده للفينس ترومبوامبوليزم يبقى لازم امشيها على هاي موليكولار ويت هيبرين بعد العمليه اتليست لمده اسبوعين. لو مفيش هيستوري يبقى اعمل بروفيلاكسس ان انا ديورنج السيرجري هحط كومبريشن ستوكينجز على رجليها وادي فلويدز كتير وايرلي امبيليشن، البيشنت بيقوم يتحرك بدري على طول بعد العمليه. طيب مهم جدا ادي انتي اديما ميديكيشنز اللي بيحصل طبعا سيفير اديما بعد اللايبوسكشن، فادي البيشنت انتي اديما ميديكيشنز. لوكال كريمز زي الارنيكا كريمز بتفرق قوي طبعا في الاديما والبروزنج. بدي البيشنت، انا يوجوالي بطلع البيشنت بي سي اي تو كنترول البين افتر سيرجري. بي سي اي دي بتبقى بامب بيبقى فيها ناركوتكس يوجوالي مورفين او نالوفين، معاها شويه حاجات تانية زي حاجات انتيماتكس، بيبقى معاها باراسيتامول، بيبقى معاها كيتولاب. كل الحاجات دي بتساعد على انها تكنترول البين بعد السيرجري. بتقعد مع البيشنت تقريبا حوالي 3 ايام بعد العمليه، فبيبقى الموضوع كنترول اكتر. ندي ممكن ندي اورال ولوكال ارنيكا كريمز، تفرق طبعا في الاديمه قوي وفي البروزنج اللي بيحصل بعد السيرجري. طبعا لازم نانكرج الامبيوليشن وتو افويد الفينس ثرومبوامبوليزم، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب لازم ابقى اعرف البيشنت ان حوالي من 40 ل 60% من النتيجه بتاعه العمليه متوقفه على الكرسي، انه يبقى لابس المشد او الكرسي بشكل مظبوط.
ان ما يبقاش فيه اي سكين فولز او ما يبقاش فيه تنايات تحت الكرسي، يبقى كل حاجه مفروده. وانا بميك شور من ده ازاي، ان انا بحط فوم بادز تحت الكرسي. طيب الليمفاتيك مساج ده حاجه مهمه جدا جدا، وعاده انا بحب ابداها بدري بعد العمليه، من تاني يوم او من تالت يوم بعد العمليه. آه، بتساعد ان السويلنج والإديمة ينزل بعد العمليه، ينزل بشكل كبير قوي. كمان يعني بتمنع ان ممكن يحصل سيروما او اي حاجه. لو في سيروما او اي حاجه بنشوفها بدري، فبنديل معاها بسرعه، فالبيشنت ما يتكونش سيروما بشكل كبير. انا يعني بعد الاكستراكشن عاده ببداها مثلا من ثالث او من تاني او ثالث يوم. لو بعد مثلا حاجه زي ابدومين بلاستي او حاجه فيها سكارز او عمليه كبيره شويه، بنخليها بعديها مثلا بحوالي 5 ل7 ايام. طيب بوست ابورتيف بيشنت اديوكيشن مهم جدا جدا جدا، ده في كل عمليات التجميل بشكل عام. ان انا ابقى معرف البيشنت كل حاجه، البروسيس بتمشي ازاي. أم، ولازم امانج السايكولوجيكال اكسبكتيشنز بتاعت البيشنت، ابقى عارف البيشنت ده جاي يعمل عمليه ليه، وات از هي اكسبكتنج افتر سيرجري. هل انت طالع فاكر ان كل مشاكلك هتتحل بعد العمليه؟ هتطلع عامل ازاي؟ الاديمه، السويلنج، الداون تايم مهم جدا. الداون تايم لان البيشنتس كتير بيبقوا مش عاملين حسابهم على الداون تايم، فلازم ابقى اعرف البيشنت ان في مثلا داون تايم هيبقى كام يوم، بيختلف من حد للتاني according to البين threshold بتاع كل حد. what to expect after surgery، الإديمة اللي بتحصل، swelling، البروزنج، الداون تايم، كل ده. what's normal or what's not normal، ايه الحاجات الطبيعية اللي ممكن يشوفها وايه اللي مش طبيعي. when to expect to see an improvement، هبدا اشوف النتيجه بتاعت العمليه امتى، لان برضه البيشنت زي ما اتفقنا بيطلع بعد العمليه بيبقى فاكر ان هشوف النتيجه immediately، ان مفيش swelling، ان مفيش إديمة، ان مفيش bruising. فكل الحاجات دي لازم ابقى معرف البيشنت ان هو ان في بروسيس، والبروسيس دي بتاخد وقت عشان نشوف الفاينل ريزلت. طيب امتى الفاينل ريزلت؟ وين تو ريزوم ديلي لايف اكتيفيتيز. البيشنت ده بيشتغل عنده او لو بيشنت فيميل مثلا قاعده في البيت عندها اطفال بتخلي بالها منهم، لازم تبقى عارفه ان في اول فتره لازم يكون في حد بيساعدهم، لازم يكون في حد بياخد باله منهم، لان بيبقى في داون تايم، بيبقى في يعني ليميتد موفمنت شويه. وهنحتاج ان عشان يبقى في ايرلي امبيليشن لازم البيشنت ده حد يقوم يحركه يساعده ويمشيه. كل الحاجات دي مهمه جدا ان ابقى معرف البيشنت عليها عشان يبقى عامل حسابه عليها. لان برضه في بيشنتس بتيجي بتقول انا جايه هعمل عمليه، انا هقعد بس اسبوع هنا هعمل العمليه وهمشي. فمهم جدا ان ابقى معرفهم ان في داون تايم، وانا محتاجكم فور فولو اب مثلا لمده اسبوعين او حاجه اتليست. فلازم يبقوا موجودين في البلد او قريب منك لمده مثلا اسبوعين عشان الفولو اب، وتبقوا عارفين لو في اي حاجه، لو لا قدر الله في مشكله، لو في حاجه طارئه يبقوا عارفين يوصلوا للدكتور اللي عمل لهم العمليه. طيب كومبليكيشنز ممكن تحصل بعد اللايفوسكشن بشكل عام ايه؟ ليدوكين توكسيستي، ودي طبعا حاجه رير شويه، بس يعني انا اونستلي عمري ما شفتها في حياتي في حالات لايفوسكشن. بس لازم يبقى عندك فكره عنها. and symptoms include the lightheadedness، patient تحس انه دايخ، visual disturbance، metallic taste، headache، perioral tingling، tinnitus، وسيجر. طيب وانتوا اكسبكتد يعني لو عشان كده لو البيشنت ده هيعمل له لارج فوليوم لايف سكشن، البيشنت داخله هتعمل لايف سكشن بكميات كبيره قوي، فالمفروض ان انا اسيبها في المكان اللي في المستشفى اندر اوبزرفيشن اتليست 12 ساعه. ليه؟ لان ساعات الليدوكين توكسيستي ما بتبانش بدري، تاخد لها من 6 ل 12 ساعه عشان تبان، سبيشال لو انا حقن الليدوكين بشكل كبير يعني. فالافضل ان انا اسيبهم اتليست 12 ساعه في المستشفى اندر اوبزرفيشن، عشان لو لا قدر الله حصل ليدوكين توكسيستي تبقى البيشنت موجوده. طيب الفلويد امبالانس ده طبعا كومن، بيحصل بشكل كبير قوي زي ما اتفقنا، ان بيحصل طبعا ايديما بشكل كبير قوي بعد السيرجري. فده بتليد لحاجه من الاثنين، يا تعمل هايبرفوليميا وريزلت ان ايديما الكومن الايرلي. دي بتحصل ايرلي ليه؟ لان البيشنت ديورنج السيرجري مثلا دكتور التخدير بيديها فلويدز كتير، او انت كمان بتدي بوست اوبرتيف بتديها فلويدز كتير، فبتعمل هايبرفوليميا، فالايديما بتزيد قوي. او ممكن يحصل هايبوفوليميا، والهايبوفوليميا دي عاده بتحصل من 12 ل 36 ساعه بوست اوبرتيفلي، ان تلاقي البيشنت تاني او ثالث يوم تقول لك ان انا دايخه جدا ومش قادره اتحرك. دي بتحصل من الفلويد شيفت. ازاي؟ كل الاماكن اللي انا عملت فيها لايبوسكشن حصل فيها اديما وسويلنج. الاديما والسويلنج دي جايه منين؟ دي جايه من البلازما بتاعت البلد، فالفوليوم بتاع البلازما قل بشكل كبير قوي، فالبيشنت بقى عندها دوخه طول الوقت وهايبوفوليميا. حلها عشان كده احنا دايما بننصح البيشنت ان هي
تشرب فلويدز كتير بعد السيرجري وتتحرك كتير عشان نافويد الموضوع ده. في حاجه طبعا مهمه جدا ان الريسك بتاع الهايبوفوليميا ده بيبقى ديكريز بشكل كبير قوي لو احنا استخدمنا السوبر وايت والتيوماسنت تكنيك. لو انا حقنت كميه تيوماسنت كبيره بيقل الريسك بتاع الهايبوفوليميا ده بيقل، لان هو لما انا ببقى حاقن فلويدز كتير في التيشوز ما بديش فرصه لمكان او مبقاش في مكان للاديمه انها تحصل بشكل كبير، فبيقل فكره الفلويد شيفت ده. طيب الكترولايت ديستربنس دي طبعا بتبقى بسبب الفلويد امبالانس، وبتبقى بسبب كل الفلويد شيفت اللي بيحصل ده بيعمل طبعا الكترولايت ديستربنس، ودي بتبقى اكتر مع الحالات اللارج فوليوم لايبوسكشن. طيب بالمونري فات امبليزم دي بتحصل اكتر مع البيشنت اللي عندهم لو البومين. عشان كده مهم برضه ان من ضمن البري اوبريتيف تيست اللي احنا بنعملها للبيشنتس نعمل له ليفر فانكشنز. لو في لو سيرم ايمن بيبقى معرض اكتر ان هو يتعمل له يحصل بالمونري فات امبليزم، ودي عاده بتحصل اكتر مع البيشنت لو احنا بنعمل فات انجكشن. لو قدر الله هتحقن في فين او جنب فين او حاجه عاده بيعمل بالمونري فات امبليزم. طيب بالمونري امبليزم بقى دي يمكن كومن اكتر شويه، ودي بتبقى بسبب ايه؟ ان البيشنت عمل مثلا لارج فوليوم سكشنز ولونجر اوبريشنز، فكان في ستاجنيشن للبلد سبيشالي في اللور ليمب، فيعمل دي في تي. الدي في تي بتبدا تبقى ساتلد بعد على اليوم السابع او اليوم العاشر. الدي في تي البيشنت يقوم يتحرك، الثرومبس تتحرك من مكانها تعمل pulmonary embolism. ودي اكتر حاجه كومن، ودي اكتر حاجه لازم نخلي بالنا منها during اي سيرجري، سبيشال لو السيرجري دي هتبقى فتره طويله شويه. ان انا البيشنت اديه فلويد كويس، يعني يبقى الفلويد بتاعه محسوب during السيرجري وبعد السيرجري. ان انا احط له elastic stocking على رجليه during السيرجري، سبيشال لو السيرجري هتبقى لفتره طويله شويه. لو البيشنت ده عنده هيستوري قبل كده للدي في تي او فينس ترومبو امبوليزم، لازم امشيه بعديها على بروفيلاكسس على هاي موليكولر ويت هيبرين عشان افويد ان يحصل دي في تي وبالمونري امبوليزم، لان دي the most common cause of death مع عمليات البودي كنترول. طيب complications اللي بتحصل بقى مع على في الاريا نفسها اللي احنا عملنا فيها السيرجري، كونتور irregularities، ودي يمكن حاجه مشهوره جدا، وزي ما كنا بنتكلم في التكنيكس بتاعت اللايبوسكشن ان ازاي هاو تو افويد ات. ان انا اشتغل بكريس كراس تكنيك، ابقى ماشي في الليفل المظبوط بتاع اللايبوسكشن، ما بقاش تو ديب او تو سوبرفيشال. وكل شويه during السيرجري كل شويه اتست اشوف السكن واكمبير التو سايدز ببعض، اشوف هنا كميه الفات هنا قد ايه وهنا فات قد ايه. لان ممكن الكونتور ريجولاريتيز ده بيبقى انكلود كمان الاسيمتريز. لو انا بشتغل مثلا في الشست فعملت ليب سكشن هنا اكتر من هنا، فبقى عندي تشست اعلى من تشست، او مكان فيه ريجولاريتيز اكتر من مكان، فالشكل زي ما اتفقنا مش عايزين نطلع البيشنت بكومبليكيشن. هو جاي بيعمل حاجه تجميليه، مش عايز اطلعه بكومبليكيشن. طيب ممكن يحصل انفكشن، ودي الى حد ما رير، لان اللايبوسكشن عامه احنا بيبقى نيجاتيف بريشر. انا يعتبر ما بدخلش حاجه جوه الجسم بتاع البيشنت، بس طبعا زيه زي اي سيرجري طالما في جروح وفي حاجه يبقى معرض ان هو يحصل له انفكشن. بنميز الانفكشن ده احنا بندي انتي بايوتكس طبعا. طيب السيروما دي يمكن برضو حاجه كومن قوي بتحصل بعد سبيشالي بعد عمليات اللايبوسكشن، وبتحصل اكتر في الجاينيكوماستيا. لو الجلاند كان حجمها كبير قوي وانا شلت، فبقى في عندي ديد سبيس كبير قوي، ما قفلتش الديد سبيس ده او ما حطيتش فيه درين، معرض قوي ان البيشنت يحصل له سيروما. السيروما طبعا لو ايرلي بالليمفاتيك مساج بتنزل اسرع شويه، لو كانت خلاص فورم بنعملها اسبيريشن. لو اتكررت كذا مره ممكن نحط درين ونسيبها لحد لما السيروما كلها تختفي. ممكن يحصل هيماتوما، او ممكن يحصل هيماتوما لو احنا يعني لو حصل مثلا انجري الفين، لو احنا كنا شغالين من غير تيوميسنت فلويد كويس، او ما استناش على التيوميسنت فلويد يبقى يشتغل كويس هيعمل فازو كونستريكشن، فيبقى بيبقى فيه هيماتوما. والهيماتوما طبعا يا اما هنعمل لها ايفاكيويشن، يعني هنعمل لها اسبيريشن على حسب المكان بتاعها وعلى حسب الفيت بتاعها. لو هي صغيره ممكن نسيبها، عاده بتريزولف في خلال 2 to 3 weeks. abdominal perforation او chest perforation دي لو احنا ودي يعني هي usually هي حاجه مش كومن بس بتحصل، فلازم نخلي بالنا جدا من الدايركشن بتاع الكانيولا، ولازم اخلي بالي من التip بتاع الكانيولا، امينتين فيجوال وسنسوري
ابقى واخد بالي من مكان الكانيولا فين، انا حاطط ايدي على السكين وحاسس مكان الكانيولا وعارف التip بتاعتها فين. عاده الكانيولا بتاعت لايب سكشن التip بتاعتها بتبقى بلانت، فالتشانسز انها تعمل برفوريشن قليله، بس حصلت مع ناس يعني لازم نخلي بالنا لانها حصلت مع ناس. الدايركشن بتاع الكانيولا ابقى واخد بالي منه، الليفل بتاع الكانيولا بتاعت اللايب سكشن ابقى واخد بالي منها عشان افويد الابدومينال برفوريشن. طيب سكين كولر تشينجز، في حاجات نورمال وفي حاجات اب نورمال. سكين كولر تشينجز اللي بتحصل ممكن يحصل بروزنج بعد العمليه، ده طبيعي وعاده بيروح من اسبوعين لثلاثه. في بعد اللايبوسكشن السكين عشان كان ستريتشد بالفات، فلما احنا عملنا لايبوسكشن السكين بقى الى حد ما رجع، ما بقاش ريتراكتد قوي، فبتحس ان اللون بتاع السكين بقى غامق شويه. ده غير طبعا ان احنا لما عملنا لايبوسكشن بنقلل الفاسكولاريتي شويه تبقى واصله للسكين، فاللون بتاعه بيبقى بيل اكتر شويه. عاده كل ده بيتحسن في خلال من 3 ل 6 شهور بعد السيرجري، وبتلاقي شكل الكالر بتاع السكين رجع طبيعي تاني وما بقاش فيه مشكله، لان الايديما والحاجات دي بتعمل سيرش على الجلد، فبتلاقي الجلد بعد اسبوعين ولا حاجه بعد السيرجري بدا يقشر وبيغير، فواحده واحده مع الوقت اللون بيرجع طبيعي، بيبقى والبرفيوجن بتاع السكين بيرجع طبيعي يعني. البيرنز بيبقى ليها كذا سبب. البيرن لو انا بستخدم مثلا جهاز زي الفيزر او الليزر او اي حاجه بتطلع هيت، ممكن يبقى بسببها ان أنا عملت البيرن بسبب الموضوع ده. عشان كده لو احنا بنستخدم مثلا حاجه زي الفيزا لازم ابقى عارف انا حقنت فلويد قد ايه وبشتغل، لان احنا كميه الوقت اللي انا بشتغل بيه او الباور اللي انا بشتغل بيه بجهاز مثلا زي الفيزر بتبقى معتمده بشكل كبير على الفلويد اللي انا حقنه، انا حقن كميه تيوميسنت قد ايه، فهشتغل بالفيزر الوقت على في الاريا دي على الوقت قد كده. فمهم جدا ان انا ابقى عارف الجهاز اللي انا بشتغل بيه، وابقى اخدت تريننج عليه كويس جدا وبشتغلت بايدي عليه، وابقى عارف كل المعلومات اللي انا محتاج اعرفها على الجهاز ده وازاي اقدر استخدمه. طيب ايه اللي ممكن يحصل تاني، يعني ايه اللي ممكن يعمل بيرن تاني؟ ان انا اللي هو سكين نيكروزز، ان انا وانا بعمل ابسكشن طلعت الكانيولا سوبرفيشال زياده شويه، فعملت انجري لل لل للسب ديرمال بلكسس والفينز، فراح عامل نيكروزز في السكين، فدي بتدي شكل زي البيرن بالظبط، وبتبقى شكلها صعب قوي، بتدي سكار شكل وحش قوي. برضه نخلي بالنا من الليفل بتاع الكانيولا اللي احنا بنشتغل بيه. وفي الكورس احنا يعني بندرب على الموضوع ده، ازاي نبقى عارفين الليفل بتاع الكانيولا، هل انا طالع سوبرفيشال، هل انا طالع ديب، وعارف الليفل المظبوط بتاعي اللي هو ديب للسوبرفيشال بتاع الشيا، فاقدر ابقى ماشي في الليفل الصح، وفي نفس الوقت ما طلع يعني اطلع ريزلت حلوه وما اعملش كومبليكيشن، لان احنا برضه خلي بالك احنا بنشتغل على بيشنتس، احنا بيشنتس جايين يعملوا تجميل، يعني هو ما عندوش مشكله بشكل كبير، يعني ما عندوش حاجه لايف ثريتنينج، يعني هو مش جاي يعمل حاجه ايمرجنسي، فمش هيبقى فارق معاه شكل السكار، هيبقى فارق معاه الكومبليكيشن بتاعت السيرجري، لا هو جاي اصلا عشان يعمل حاجه شكلها حلو. فانا يعني فكره الكومبليكيشن مش هتبقى تولربل، مش هيبقى مبسوط لو حصل له كومبليكيشن ولا هيتقبلها، فدي هتعمل لك مشاكل كبيره قوي بعد العمليه. فلازم ابقى مخلي بالي كويس قوي وفولو اب مع كويس قوي مع البيشنت، عشان از سون يعني اول ما يطلع، اول ما يجي مثلا في سيروما بتتكون، الحق اعملها اسبريشن وافضيها بسرعه قبل ما تبقى ويل فورمد وتبقى حواليها وول. فكل الحاجات دي لازم اخلي بالي منها بدري عشان اقدر اعملها مانجمنت كويس. طيب الكونكلوجن زي ما كنا بنتكلم على الميل chest, the armor plate chest appearance provides a more masculine male chest appearance، ودي حاجه مهمه ان احنا دلوقتي ما بقيناش نعمل الجاينيكوماستيا التريتمنت بتاعتها زي ما كنا بنعملها زمان، ان احنا البيشنت بيجي بنشيل له الجلاند بس، او بيجي نعمل له لايف سكشن بس وخلي صدره فلات. لا، لازم الشكل التشست يبقى ويل كونتورد، شكله ماسكولر، شكله رياضي، مش مجرد حد بيطلعه بيدخل صدره كبير يطلع صدره فلات. مش ده الشكل المطلوب خالص، ولا ده الشكل الصح، ولا ده الشكل الناتشرال اصلا. طيب. We represent this alternative approach to traditional gynecomastia repair technique since it achieves a more muscular appearing chest. ان انا بس بعمل ايه؟ ان انا بعمل liposuction مع gland removal، وممكن اعمل كمان fat injection عشان احسن شكل الفوليوم بتاع البكترايز major muscle، فطلع البيشنت شكل الشست بتاعه well contoured، شكله ماسكلين واثيتيكلي بليزنج، مش شكله unnatural.
وده طبعا is more harmonious on a male patient undergoing abdominal itching. طبعا لو البيشنت داخل يعمل، يعني عاده احنا بنعمل التشست، لو احنا مش هنعمل يعني تشست اتشنج او تشست كونتورنج، عاده بنعملها مع الابدومين، وبنعمل معاها abdominal اتشنج ان احنا بنعمل كونتورنج المصل باين السكس باكس، بحيث ان البيشنت ده يبقى شكل التشست كله مع البطن شكله مظبوط. وهو برضه البيشنت ما ينفعش يبقى صدره شكله مظبوط ومنحوت، والبطن بتاعته يبقى فيها فاتس وشكلها مش كونتورد. فهي لازم الفيو كله او الابروتش كله يبقى ماشي شكله فيه هارموني، يبقى شكل البيشنت كله مع بعضه شكله مظبوط. ثانك يو. حاجه خلصنا البرزنتيشن، لو في حد عنده اي اسئله ممكن يسالها لي. وكنت عايز برضه اقول لكم ان احنا ان شاء الله يوم 15 8 احنا عاملين الكورس بتاع النانو فات، مايكرو فات والنانو فات، ده هنتكلم فيه عن الفات انجكشن في ازاي نقدر نعمل لايبوسكشن اندر لوكال انستيزيا، ونعمل فات انجكشن في الكلينيك بنعمل الفيس، ممكن نقدر نعمل الهاندز، ممكن نعمل اماكن كتير. ويوم ان شاء الله 29 8 دي في كورس بتاع اللايبوسكشن ده. هيبقى فيه طبعا هنتكلم فيه على كل التريتمنتس بتاعت اللايبوسكشن، هنتكلم عليه على كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي بشكل مستفاض اكتر شويه. هنتكلم فيه على اللايبوسكشن بتاع الدبل تشين، هنتكلم فيه على اللايبوسكشن بتاع ديفرنت ارياز زي الارمز والابدومين والباك والثايز. وهيبقى معانا حالات هاندز اون كتيره على الكلام ده، وهنعمل طبعا برضه فات انجكشن، وهنتكلم على كل الديفرنت تريتمنت موداليتيز. وهيبقى المهم جدا وافضل حاجه في الموضوع هو الهاندز اون تريننج اللي احنا هنعمله على البيشنتس. و يعني ان شاء الله نشوفكم على خير. ثانك يو. Thank you يا دكتور. شكرا يا دكتور احمد على المحاضره الحلوه دي. العفو.